أهلين حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم حاعمل من المقبلات الباذنجان الأسود. طبعا هنا كوسة حقليها، فلفل حار حسب الرغبة، فلفل رومي طبعا ألوان أو لون واحد انتوا حابين، وجزر وطماطم وبصل، وهنا الثوم راس كبير، ورشة بسيطة من الملح. المكون الرئيسي اللي هو الباذنجان الأسود. طبعا أنا بقليه. طبعا هنا زيت وبصل هقلبه مع بعض علين يتحمر شوية، وهضيف عليه ثوم. هنا الصلصة اللي هي عبارة عن فلفل أسود وكمون وكزبرة ورشة بسيطة من الملح وخل أسود وخل شوية من الأبيض. كده جاهزة. طبعا هنا قليت الكوسة والباذنجان الأسود، هضيف عليه المكونات الباقية. ضفت الثوم فوق البصل، هقلبه قلبتين وهضيف عليه صوص. ضفت الصوص هياخد غلوة واحدة، وهضيف عليه المكونات الباقية. ضفت الطماطم هتاخد بس غلوة وهطفي النار. طبعا هنا حطيت المكونات التانية، بس ابغى الصوص نفسه هذا يبرد تماما وحضيف عليها. كده حتكون زلطتنا المقبلة جاهزة، وبالهنا والعافية. بعد ما بردت تماما حضيفها وحقلبها مع بعض. ما شاء الله تبارك الرحمن، بالهنا والعافية علينا وعليكم.